صباح الخير أو مساء الخير، معاكم مس سمية متخصصة في مادة العلوم للمراحل الإعدادية. النهاردة هنحل مع بعض تقييمات شهر أكتوبر لتانية إعدادي، اللي طبعا هيجي منها امتحان شهر أكتوبر اللي المدرسين بتقتلنا عليه في المدرسة. فهنحله سوا مع بعض واحدة واحدة، وطبعا هينزل لكم كل جديد على قناة اليوتيوب، فتابعونا على قناة اليوتيوب عشان هنحل كمان تقييمات الأسبوع، وهنراجع كمان مع بعض آخر السنة ونص السنة مع بعض دايما. يلا نبدأ بقى مع بعض. أول سؤال: تصنف المواد حسب حالتها الفيزيائية إلى حالات شائعة. يبقى إلى إيه؟ ثلاث حالات شائعة: صلبة وسائلة وغازية. جميل. السؤال التاني: يطلق على المواد في الحالتين نقط ونقط اسم المواقع. أنا عندي 3 حالات: صلب وسائل وغاز. إيه هما المواقع؟ السائلة والغازية. يتم ضغط المادة في الحالة، أنا بضغط في حالة واحدة بس وهي الحالة الغازية. طيب هو أنا ليه بضغطها؟ بضغطها من فراغ؟ أكيد لأ، يعني لتقليل الحجم. تمام. عندي بيقول لي قوى التجاذب بين جسيمات المادة السائلة تكون إيه؟ تكون ضعيفة نسبيا. طيب هي ليه ضعيفة نسبيا مش ضعيفة جدا؟ الضعيفة جدا الغازية مش السائلة. تمام. والمسافات البينية بينهم كبيرة نسبيا. يعني أنا عندي المسافات البينية بين الحالة السائلة كده، بين الحالة الغازية كده، دي سائلة ودي غازية. يبقى أنا كده عندي ده شكل السائلة وده شكل الغازية. إنما بقى الصلبة بتبقى عاملة ازاي؟ دوائر كتير كده كده كلهم لازقين في بعض كده، بيموتوا في الحر والشتاء وحاجات كده غريبة. ماشي؟ تمام. بيقول لي عندي حالة رابعة للمادة. أنا قلت عندي 3 حالات: صلب وسائل وغاز. طب إيه هي الرابعة؟ حاجة اسمها البلازما. تمام، دي حالة رابعة كده. يبقى أنا كده عندي كام حالة؟ عندي دلوقتي 4. زمان واحنا صغيرين كنا نقول 3، دلوقتي 4. طيب البلازما دي موجودة فين؟ في الفضاء الخارجي. طيب موجودة فين في الفضاء الخارجي؟ عندي زي البرق، اللي هو النور بتاع البرق دوت، اللي هو في المطرة بيبقى شكله يرعب ده، وحاجة اسمها ظاهرة الأورورا أو الشفق القطبي. تمام؟ أوكي. بيقول لي بقى بتستخدم البلازما دي في إيه؟ في أجهزة التكييف لتقنية الهواء عن طريق الملوثات والجراثيم. تعمل إيه يعني؟ بتفكك الملوثات والجراثيم. تمام. عندي عملية نقط عكس عملية التساقط. ايه اللي عكس عملية التساقط؟ حاجة اسمها التسامي. طيب ايه هي عملية التساقط اصلا؟ ديت عملية تحول المادة من ايه بقى؟ من الغازية للصلبة على طول. دي التساقط، ما بتعديش على المادة السائلة خالص. انما التسامي بتبقى من الصلبة للغازية. الاتنين في نفس الحالة هما مخاصمين السائلة، الاتنين مش بيروحوا خالص للسائلة. تمام. بيقول لي قوى التجاذب بين جسيمات المادة الصلبة تكون، قلنا قوى التجاذب بينهما بتكون ايه؟ كبيرة جدا. كبيرة جدا، اهم ملزقين في بعض اهم، فقوى التجاذب بينهما كبيرة جدا. والمسافات البينية صغيرة جدا. هو اساسا احنا شايفين يعني شايفين مسافات بينية، هي اساسا شبه معدومة يعني. بصوا هي ملبوسة، فايه احنا نتعامل معاها عادي يعني، عادي ولا كأنه في اي حاجة. تمام. عندي بيقول لي توجد حالة البلازما في، قلنا فوق في البرق والشفق القطبي. تمام. تختلف حالات المادة باختلاف ايه؟ انا قلت عندي صلبة وسائلة وغازية، بيختلفوا باختلاف بين الجسيمات. ايه هي؟
قوى التجاذب اللي احنا شرحناها فوق. تمام. انا عندي الصلبة قوى التجاذب بينهم بتبقى كبيرة جدا، السائلة بتبقى صغيرة نسبيا، الغازية صغيرة جدا جدا. تمام. بيقول لي تتحول المادة من حالة إلى أخرى إما بالفقد أو الاكتساب. تمام. يبقى قلنا يبقى سؤال 11 دوت عندنا بيتحول بالفقد أو الاكتساب. طب هو بيفقد أو بيكتسب إيه؟ أكيد بيكتسب طاقة حرارية. بيكتسب طاقة حرارية. طيب ازاي مثلا؟ انا دلوقتي عندي التلجة خرجتها من الفريزر، تمام، فبقيت في جو حر اكتر، فهي كده اكتسبت ايه؟ اكتسبت طاقة حرارية، فتحولت لمية، تحولت لمادة سائلة، يبقى من صلب لسائل. طيب ولما اجي احط المية ديت على النار فبرضه بتكتسب طاقة حرارية، فتحولت الى حالة غازية. تمام كده؟ تمام. عند الضغط الجوي المعتاد درجة انصهار التلج تساوي ايه؟ تساوي 0. تمام. بينما درجة غليان المية بتساوي 100، يعني حاجة معروفة جدا. ماشي. سؤال 13 أكبر طاقة حركة للجسيمات المادة تكون فيه. طيب ايه هي المادة اللي بتعرف تتحرك أسرع وتتحرك بسرعة؟ تتحرك أكتر يعني، الصلبة ولا السائلة ولا الغازية؟ أنا قلت الصلبة كلهم متماسكين في بعض، هل يعرفوا يتحركوا بسرعة؟ مستحيل. هتبقى الحالة الغازية. ليه؟ علشان هما كلهم بعيد عن بعض، فيبقى سهل ان هما يروحوا ويجروا ويلعبوا، تمام، كل ده. انما الحالة الصلبة كأنك كده زي الطفل الرخم اللي ماسك فيك، ما بيسيبكش خالص، مش هتعرف تتحرك. واقل طاقة حركة تكون في الحالة الصلبة. اوكي ماشي. طيب المسافة البينية بتكون اكبر ما يمكن فين؟ في الحالة الغازية. انتوا لو ملاحظين ان الاسئله كلها شبه بعض، احنا لو عرفنا مين قريب ومين بعيد والطاقه الحراريه ازاي وكل الكلام ده هنعرف نمشي يعني. نتيجه لايه؟ للتباعد بين الجسيمات. حلو قوي. طيب المسافات البينيه بتكون اقل ما يمكن، مسافات بينيه اقل ما يمكن فين؟ في الحاله الصلبه. انما عندي في الحاله الغازيه اكبر ما يمكن، اقل ما يمكن في الحاله الصلبة. وده بسبب ايه؟ التقارب بين الجسيمات. تمام. يلا بقى نبدأ مع بعض. سؤال 16 من العوامل المؤثرة على درجتي الانصهار والغليان. طيب حاجة اسمها الضغط الجوي. طيب وايه كمان؟ ايه اللي كمان بيأثر معانا على الضغط الجوي؟ حاجة اسمها درجة نقاء المادة، يعني المادة ما يبقاش فيها شوائب. تمام. درجة نقاء المادة. اوكي. يمكن زيادة سرعة تجفيف الملابس عن طريق درجة الحرارة. تمام. تمام. درجة الحرارة أو التيارات الهوائية. تمام. النظام دوت جزء من حاجة، جزء من ايه؟ جزء من الكون. تمام. يكون موضوع للدراسة وملاحظة تغير ايه؟ ملاحظة تغير المادة والطاقة. تمام. احنا دلوقتي عرفنا ان النظام دوت جزء من الكون. طيب وهو ايه لازمته اصلا؟ احنا بنعرف منه تغير المادة اللي هو تغير حالة المادة وايه والطاقة. طيب هو عندي 3 انواع من النظام. عندي نظام مفتوح، وعندي نظام مغلق، وعندي نظام معزول. وطبعا هنعرف الفرق بين التلاتة بس شوية كده. تمام. يستدل على انتقال الطاقة من ايه؟ من او الى النظام من تغير ايه؟ من تغير درجة الحرارة. وكده احنا خلصنا. اكمل، ناخد بريك بقى، كوباية شاي اي حاجة، وبعدين نخش على السؤال التاني. نخش بقى على السؤال التاني. اول حاجة بيقول لي حالة من حالات المادة.
تمام. لها القدرة على الانتشار والانضغاط. قلنا ايه هي اللي بتنتشر بسرعة جدا وسهل جدا اللي احنا نضغطها؟ زي زي ايه؟ زي الحالة الغازية. اوكي، ديت هي سهلة تنتشر، سهل اللي احنا نضغطها، دي الحالة الوحيدة اللي سهل فيها الانضغاط والانتشار. تمام. نظرية تفسير سلوك المادة وخصائصها اسمها نظرية الجسيمات. تمام. ماشي، بيقول لي عندي قهوة سريعة الذوبان، اوكي، في المية، اسرع من القهوة العادية. طيب هو في اساسا، يعني احنا عارفين قهوة سريعة الذوبان وقهوة عادية، في نوع قهوة تاني؟ طبعا محدش يفهمها غير اللي بيحبوا القهوة يعني، بس هي هتبقى القهوة الفورية. طب انتوا عارفين اصلا ايه هي القهوة، الفرق بين القهوة سريعة الذوبان والفورية والعادية؟ بصوا، العادية ديت البن عادي اللي احنا بنشربه، سريعة الذوبان دوت اللي هو النسكافيه بلاك بقى ونضرب بقى بالمضرب والجو ده. انما القهوة الفورية ديت الكوفي ميكس والنسكافيه والحاجات دي، يعني حاجة متضاف لها حاجة. تمام. سؤال 4 بقى بيقول لي ايه؟ درجة الحرارة. نركز بقى مع بعض عشان في هنا تركاية كلنا هنقع فيها دلوقتي، حتى انا كنت هقع فيها عادي. ماشي، بنقول درجة الحرارة. طيب ركزوا، درجة بتحصل في احسن العائلات عادي جدا. درجة الحرارة، تمام، التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. هو قال لي درجة حرارة، ايه هي اللي بيتحول من عندها من صلب لسائل؟ حاجة اسمها درجة الانصهار. حلو قوي، ادي درجة الانصهار. جميل. طيب خش بقى السؤال اللي بعده كده، بص معايا، بيقول لي تحول المادة من الحالة الصلبة، تمام، للحالة السائلة. طب ايه ده؟ طب ما هي بقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب ما الاتنين حاجة واحدة. تمام. طيب احنا دلوقتي الاتنين انا قدامي حاجة واحدة، ايه الفرق بينهم؟ اكيد يعني هو مش فاضي هيجيب لي الاتنين نفس الإجابة، لا، يبقى نرجع تاني. اول السؤال هنا بيقول لي درجة الحرارة، هنا بيقول لي تحول المادة، يبقى ايه الفرق بينهم؟ ان هنا هكتب درجة الانصهار وهنا هكتب عملية الانصهار بس، من غير درجة ومن غير اي حاجة. شفت بقى؟ شفت اللي احنا لازم نحل التقييم كويس. خش على بعض. تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بخفض درجة الحرارة. أنا قلت بحول من الغاز لسائل إزاي؟ بحاجة اسمها التكثف. أوكي، بيقول لي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام. ايه هي بقى كمية الحرارة اللي انا برفعها 1 كيلو جرام من المادة بمقدار 1 سيليزيوس؟ اسمها الحرارة النوعية. واحنا ان شاء الله بس نبقى مذاكرين ومركزين وعارفين ده ايه وده ايه، وكده كده هنشرح كل حاجة بالتفصيل كمان شوية. بيقول لي نظام يحدث فيه تبادل، هنا بيحدث فيه ايه؟ تبادل بين المادة والطاقة مع الوسط المحيط، ده اسمه النظام المفتوح. تمام. هنا بقى بيقول لي لا يحدث تبادل، يبقى انا عندي واحد يحدث وواحد لا يحدث. اللي يحدث ده ايه؟ لا يحدث بين التبادل بين المادة والطاقة. تمام، ده اسمه ايه؟ النظام المغلق. حلو. هنا بقى بيقول لي يحدث تبادل. طب ايه ده؟ طب ما هنا برضو يحدث تبادل. طب نكمل للآخر، للطاقة دون المادة مع الوسط المحيط. يبقى أنا عندي واحد بيحدث تبادل بينه وبين الوسط المحيط، وواحد لأ، ده اسمه ايه؟ ده كده ايه؟ معزول. ده اسمه نظام معزول، ده كده ايه؟ معزول عن العالم، ما بيتفاعلش مع حد، ما بيخرجش، ما بيعملش، قاعد كده مكتئب في البيت مستني يخلص الامتحان وبعدين يبقى يشوف هيعمل ايه، زينا كلنا يعني. كده يبقى احنا خلصنا. سؤال اكتب ما تدل عليه العبارات واكمل. خش بقى على علل، وده كارثه كبيره قوي قوي قوي. ورقه وقلم بقى ويلا. انا كتبته لكم هنا عشان الموضوع بالنسبه لكم يبقى افضل واسرع واسهل. عندي بقى اول سؤال بيقول ايه؟ علل. الماده الغازيه ليس لها شكل ثابت ولا حجم ثابت.
طيب ليه ملهاش شكل ثابت ولا حجم ثابت؟ بيقول لي ليه؟ لان قوة التجاذب بين جسيماتها صغيرة جدا جدا. هو احنا مش قلنا قوة التجاذب بين المادة الغازية صغيرة قوي، كلهم بعيد عن بعض، فطبعا مش مرتبطين ببعض. تمام؟ من الفراق بقى وكده يعني، فهم مش مرتبطين ببعض، صغيرة جدا. والمسافات البينية بينها ايه؟ كبيرة جدا، بينهم مسافات قد كده. ماشي، يلا نخش على السؤال التاني. بيقول لي ايه؟ تنتشر دقائق المادة في الغازات أسرع من انتشارها في السوائل. طب ما طبيعي، ما أنا عندي اهو بيقول لي لأن قوة التجاذب بين جسيمات المادة الغازية ضعيفة جدا. تمام؟ المسافات البينية كبيرة جدا، ما طبيعي، أنا قلت عندي المادة الغازية المسافات البينية كبيرة جدا. تمام؟ والقوة التجاذب ضعيفة جدا، فطبيعي هجري فيها أسرع يعني. طريق قدامي فاضي، هجري براحتي عادي. تمام. تالت سؤال بيقول ايه؟ هما كلهم اصلا شبه بعض، قلنا لو فهمنا ايه هي الغازيه والصلبه والسائله الموضوع بالنسبه لنا هيبقى سهل قوي. بيقول لي يصعب كسر قطعه من الصخر. طيب هو الصخر ده ايه؟ صلب ولا سائل ولا ايه؟ طيب الصخر ده صلب، انا قلت الصلب ده قوة التجاذب بينه كبيره ولا صغيره؟ لا طبعا بيحبوا الشتاء. ماشي، فهو قوة التجاذب بتاعتهم كبيرة جدا والمسافات البينية صغيرة قوي، هما كلهم لازقين في بعض كده. تمام، يبقى انا صعب اكسرها ليه؟ لانهم كلهم مرتبطين ببعض، مش هينفع ان انا ايه، هما لو اخوات كتير قوي كلهم ماسكين في بعض هقدر انا افرق بينهم؟ اكيد لا، فهي زيها زي الصخر بالظبط. فهقول لان قوة التجاذب بين جسيمات المادة قوية جدا والمسافات البينية بتاعتها صغيرة جدا. حلو كده؟ ماشي، خش في 4 بقى. بيقول لي الشعور بالضيق في الطقس الحار الرطب. احنا طول الصيف يا لهوي يا لهوي من الحر بقى يا لهوي. طب ليه؟ بيقول لي لان عند ارتفاع درجة الحرارة فيري هوت، تمام، ده كورس انجليزي ب2 جنيه ونص مالناش دعوة بيه، يقل معدل التبخر ايه للعرق، وهو ما يسبب ايه؟ الشعور ايه؟ بالضيق. طيب انا دلوقتي في الصيف، اصلا الجو في الصيف بيبقى حرفيا كله رطوبة. طب ايه هي الرطوبة دي؟ طول عمرنا عارفين يعني ايه رطوبة. طيب ايه هي؟ ديت بخار ميه في الهواء. حلو. طيب انا عندي اصلا بخار ميه في الهواء، العرق دوت ازاي هيطير او ازاي هي كده كده الجو مليان بخار، فهو اساسا مش هعرف، عشان كده بحس بضيق تنفس. فبيقول لي لان عند درجه الحراره يقل معدل التبخر للعرق، العرق بتاعي اصلا مش هيتبخر، انا اوريدي الجو كله فيه بخار، فيتبخر ازاي؟ تمام. عندي رقم 5 بيقول لي تقل درجة غليان المية بالارتفاع لأعلى عن سطح البحر. طيب ليه بقى؟ لأن بالارتفاع عن سطح البحر بيقل الضغط الجوي، أنا كل ما بطلع عن سطح هو البحر دوت مش اللي احنا بنعوم فيه وعوامة بط، هو عادي لو سطح الأرض عادي. تمام. وتقل درجة الغليان الماء حوالي 1 سيليزيوس ولكل 300 متر. يبقى أنا كل ما برتفع 300 متر كل ما درجة الحرارة بتقل درجة. حلو الكلام؟ ماشي. سؤال 6 بيقول تجف الملابس في فصل الصيف أسرع من فصل الشتاء. طبيعي جدا يعني، أنا لو حطيت الحاجة في الصيف دقيقتين وبتنشف، في الشتاء بقى نام واصحى ونام واصحى أو نشفت يعني. تمام. بيقول لي لأن الصيف ترتفع فيه درجة حرارة، كل ما درجة الحرارة بترتفع فأنا بعرف الهدوم بتنشف أكتر. ماشي، مما يزيد من عدد الجزيئات التي تمتلك عدد الكافي من الطاقة الحرارية للتخلص من بخار المية في الملابس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ من الآخر كده كل ما الجو يبقى حر كل ما الطاقة الحرارية بتاعتي بتزيد. طيب أنا قلت دلوقتي أنا عايزة أنشف حاجة أو عايزة أحول، يعني أنا عندي دلوقتي الهدوم مبلولة بإيه؟ بمية، فأنا عايزة أبخر المية دي، فإيه اللي هيحصل؟ هخلي درجة الحرارة بتاعتها الطاقة الحرارية بتاعتي تزيد. أوكي؟ نكمل بقى. عندي سؤال 7 بيقول لي يفضل حراريا صنع الأواني التنجستين من النحاس أو الألمنيوم. يعني الحلل احنا بنلاقيها من ألمنيوم أو نحاس، مستحيل تلاقي حل عندك من حديد، يعني ازاي؟ فليه بقى؟ لأن الحرارة النوعية، أنا عندي لكل مادة حرارة نوعية معينة دي ما بتتغيرش. تمام. للنحاس أو الألمنيوم صغيرة مقارنة بالمعادن الأخرى. طيب يعني ايه الكلام ده؟ أنا عندي الحرارة النوعية بتاعة الألمنيوم أو النحاس هي صغيرة، إن هي بتستجيب لدرجة الحرارة بسرعة، بتستجيب للطاقة الحرارية بسرعة،
عكس الحديد، انا مهما اسخن والله العظيم هتموتي وتصحي وهو الاكل ما تسخنش اصلا. فترتفع درجة الحرارة درجة حرارتها بمعدل اكبر من اكتسابها كمية الطاقة الحرارية. تمام. عندي سؤال 8 بقى، بيقول ايه؟ بيقول لي يستخدم الزئبق في صناعة الترمومتر. انا طبعا عندي الزئبق ده الفلز الوحيد السائل، خدناها قبل كده، ودوت بنحطه في الترمومتر اللي هو بتاع السخونية اللي احنا بنقيس بيه درجة الحرارة. طيب اشمعنى الزئبق؟ ليه مش اي حاجة تانية؟ ماشي. بيقول لي لانخفاض درجة حرارته النوعية، درجة الحرارة النوعية بتاعته صغيرة قوي. طب ايه اللي بيحصل؟ ونعمل ايه؟ بيحصل ايه بقى؟ مقارنة بالسوائل الأخرى ده طبيعي، مما يجعله حساس وسريع. يعني كتكوت ضعيف الجناح حساس كده، أول ما بتلمسه يقعد يعيط، هو زيه كده بالظبط. ماشي. الاستجابة للتغير في درجة الحرارة. يبقى أنا اشمعنى الزئبق عندي؟ لأن الزئبق بيستجيب بسرعة للطاقة الحرارية عكس أي سائل تاني. خش على بعض. بيقول لي سؤال رقم 9، بيقول لي يدخل الماء بنسبة كبيرة في جسم الإنسان. احنا أصلا يعتبر يعني أغلب جسمنا مية. طيب ليه أغلب جسمنا مية؟ أكيد مش من فراغ، لأن الحرارة النوعية للمية كبيرة جدا. يعني إيه بقى الحرارة النوعية للمية كبيرة جدا؟ إن أنا صعب أغير الحرارة بتاعة المية بسهولة. تمام. فدوت بيقول لي يؤدي الى ايه؟ عدم تغير درجه حراره الجسم بسهوله. يعني انا يعني لو سخنت او جالي اي ميكروب او جالي اي حاجه بعد الشر يعني عشان جسمي فيه ميه كتير فبيقدر يحافظ على درجه حراره جسمي، مش من اي حاجه. انا جسمي لو جو حر شويه مش هتلاقي اللي انت نفسك داخليا سخن وتتعب وكده، لا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى جسمنا اغلبه فيه ميه. ماشي. سؤال رقم 10، يستخدم الماء في تبريد الكثير من الأنظمة. طبيعي أنا لو عايزة أبرد حاجة بحطها في مية لارتفاع الحرارة النوعية للمية، حيث يمتص كميات كبيرة من الطاقة الحرارية دون ارتفاع كبير في درجة درجة الحرارة. اتجننت. عادي عادي. بس كده كده احنا خلصنا سؤال علم. نخش على اللي بعده بقى. ندخل بقى على السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. حدد العوامل المؤثرة على كل مما يلي. طيب ايه هي العوامل عندي اللي بتأثر في سرعة الانتشار في المواقع؟ قلنا هي المواقع ديت اللي هي المواد السائلة والغازية. طيب عندي حاجات طبعا بتأثر على سرعة الانتشار فيه، مثلا زي درجة الحرارة. انا عندي درجة الحرارة اصلا هي يعتبر الجوكر بتاعي في كل الوحدة. حتى هنلاقي هنا في الأسئلة يعني كل حاجة بتتوقف على درجة الحرارة. درجة الحرارة. تمام. يبقى أنا عندي سرعة الانتشار في المواقع بتتوقف على درجة الحرارة. وإيه كمان؟ حاجة عندي كتلة المادة. تمام. وإيه كمان؟ كثافة المادة. طيب أنا كده عندي قلت سرعة الانتشار في المواقع بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على 3 حاجات. إيه هما؟ درجة الحرارة، تمام، كتلة المادة، والكثافة. حلو قوي الكلام. طيب بيقول لي بقى عندي درجتي الانصهار والغليان. طيب يا ترى ده بيعتمد على ايه؟ انا قلت ايه اللي عندي جوكر؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة. طيب عندي حاجة كمان اللي هي درجة نقاء المادة. درجة نقاء المادة. يعني انا مثلا لو عندي المية فيها شوائب كتير، انا كل ما حاجة اسخن هبخر هيبقى عندي شوائب، فدوت هياخد مني ايه؟ وقت ومجهود والموضوع صعب. فالعوامل بتأثر على درجة الانصهار ودرجة الغليان هي درجة الحرارة ودرجة نقاء المادة. بيقول لي عندي عملية التبخر بتعتمد على ايه؟ قلنا عندي درجة الحرارة دي ايه؟ هي الجوكر، فنقول درجة الحرارة. درجة الحرارة. طيب وايه كمان؟ عندي الرطوبة لسه شارحينها من شوية، وعندي الضغط الجوي. جميل.
طيب انا عندي كل ما درجة الحرارة هتزيد، انا دلوقتي عندي مية وقاعدة بزود في درجة الحرارة، بزود في درجة الحرارة، فايه اللي هيحصل؟ الطاقة الحرارية بتاعتي هتزيد، فايه اللي هيحصل؟ هيبدأ بقى للحالة السائلة بتاعتي تتحول للحالة الغازية، فدوت هيزود من عملية التبخر. طيب كذلك الرطوبة، كل ما الرطوبة عندي تبقى قليلة في الجو، يعني ان الجو عندي اصلا مفهوش غاز، فايه اللي هيحصل؟ كل ما انا هعرف عملية التبخر هتبقى اسرع. اوكي. طيب عندي حالة المادة، قلنا حالة المادة بتتوقف على ايه؟ برضو درجة الحرارة. حلو الكلام. وعندي ايه تاني؟ اللي هي التجاذب بين الجسيمات، التجاذب بين الجسيمات. ملبوسة عادي زينا كلنا خالص. جسيمات. طب والله ما انا كاتبها، خليها كده، تجاذب الجسيمات. تمام. يبقى انا عندي حالة المادة تعتمد على ايه؟ تعتمد على درجة الحرارة. طيب ليه؟ طيب انا دلوقتي عندي تلجية خرجتها بره في درجة حرارة اقل، تمام، تتحول لايه؟ تتحول لمادة سائلة، بعدين حطيتها على النار اتحولت لدرجة حرارة تاني، فايه؟ تبخرت، بقت حالة غازية. ماشي. بيقول لي تغير درجة حرارة الأجسام. طيب درجة حرارة الأجسام، درجة حرارة الأجسام بتتغير ليه؟ بسبب كتلة الأجسام. حلو الكلام. ونوع المادة وحالة المادة. طيب يبقى أنا عندي بتتغير درجة الحرارة بناء على إيه؟ كتلة الجسم، الكتلة بتاعة الجسم عندي، ونوع المادة هو إيه، وبعدين حالة المادة اللي هي صلب سائل أو غاز. تمام كده احنا خلصنا السؤال الرابع. ناخد بريك، كوباية شاي بقى، كوباية أي حاجة، وندخل على عرف، وده هيبقى آخر حاجة وبس كده. خدنا بريك بقى وارتحنا، يلا نكمل عشان ننجز، عشان عندنا امتحان وعايزين ننام بدري. يلا. طيب ايه هو تعريف الحركة البرونية؟ ايه هي الحركة البرونية؟ هي الحركة العشوائية للجسيمات، زيكم كده بنجري وبنلعب، نطلع على الكنبة، بنطلع على السقف، مش عارفة ايه، ماما يا لهوي يا لهوي كده، للجسيمات في حالة في جميع الاتجاهات، نتيجة ايه؟ نتيجة التصادم. التصادم ايه؟ تصادم عربيات مثلا؟ اكيد لا يعني، نتيجة تصادم الجزيئات مع بعضها، الجزيئات كده بتتخانق مع بعضها، فدي الحركة البرونية. هي حركة عشوائية، أول ما يقولك عشوائية برونية، عشوائية برونية. طيب عندي حاجة اسمها التسامي. ايه هي التسامي دي بقى؟ طيب بيقول لي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى ايه؟ إلى الحالة الغازية. يبقى بنتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. في حاجة غلط، هو في حاجة غلط، ايه هي؟ مش عارفة. تمام. تاني، التسامي. ايه هو التسامي؟ تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية من غير ما تعدي على الحالة السائلة، كأنها مش شايفاها، جاست كارف، أنا كارف. أوكي؟ فبنحول من الصلب للإيه؟ للغازي، ما بعديش على الإيه؟ على السائل خالص، ولا كأني شايفه. تمام؟ عندي حاجة اسمها نظرية الجسيمات. طيب ايه هي نظرية الجسيمات؟ دي نظرية تغير سلوك المادة وخصائصها. طيب اللي هي ايه؟ المادة اتغيرت، بقت سائلة، بقت صلبة، بقت غازية، الله أعلم. طيب عندي حاجة تانية اسمها البلازما. احنا طبعا قلنا ايه هي البلازما في الأول، طبعا حضرتك لو فاكر ومعايا ومصحصح هترد عليا دلوقتي يعني البلازما. تمام؟ بيقول لي هي الحالة الرابعة، واحنا صغيرين كان عندنا 3 حالات، دلوقتي بين كبار اعدادي. عندنا الحالة الرابعة البلازما للمادة، بتتكون عندما تتأين الغازات فتتحول إلى أيونات موجبة الشحنة أو إلكترونات حرة سالبة الشحنة. تمام. وبقدر أميزها عن طريق توصيل إيه؟ كهربائي، يعني دي بتتوصل بالكهرباء. طيب عندي خامس حاجة التساقط، والتساقط عكس التسامي. طيب ايه هو بقى التساقط اللي عكس التسامي ده يا ربي بقى؟
قاعدين بقى تلخبطوا لنا وعكس وعكس، واحد ناقص. طيب التساقط ده معلش تعالى على نفسك عشان تنجح وتعدي. كفاية كفاية بقى، حرام عليكم. التساقط ده تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة. برضو جاست كير، مش هعبرك، أنا مش هعبرك. دليل إيه؟ طب المادة السائلة طبعا، مش اللي جه في دماغكم خالص. ماشي، دون المرور إلى الحالة الإيه؟ السائلة. طيب أنا قلنا عندي إيه؟ نظام، عندي النظام المغلق. طيب عندي النظام ده سيحدث فيه تبادل للطاقة دون المادة مع الوسط الايه؟ دون المادة مع الوسط المحيط. انما عندي المفتوح تفاعل مع الوسط المحيط، والوسط مش المحيط بص قلب الدنيا. المعزول ده يعني حزين، متفاعلش مع الوسط المحيط للأسف. تمام؟ اوكي كده خلصنا. لا مخلصناش، استنى رايحين فين؟ عندي درجة الحرارة. ايه هو تعريف درجة الحرارة؟ مقياس المتوسط لطاقة الحركة جسيمات الايه؟ النظام. ايه هي درجة الحرارة؟ مقياس لتوسط طاقة ايه؟ الحركة. طيب ايه هي بقى الطاقة الداخلية؟ هي مجموع. طب مجموع ايه؟ اكيد مجموع حاجة. ايه هي؟ فبيقول لي الطاقة الداخلية. انا عندي في النظام ايه اللي جوه النظام؟ عندي طاقة حرارية وطاقة وضع وطاقة حركة، فهو ايه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع الجسيمات. تمام كده بح. خلصنا مع بعض تقييم شهر اكتوبر، وان شاء الله طبعا هيجي منه الامتحان. اوعدكم ان هيجي منه الامتحان، وهستناكم تطمنونا عملتوا ايه في الامتحان، وايه اللي جه وايه اللي ما جاش. وكمان عايزاكم تكتبوا لي نكمل شرح ونشرح وكده، ولا نحل اسئله بس، واستفدتوا ولا لا. وانا مبسوطه جدا 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 ان انا بقيت معاكم، ان شاء الله مكملين على طول وهنزهق من بعض جدا. طبعا هتلاقوا الملزمه والحل وكل حاجه في اول كومنت في الديسكريبشن، وبرده تابعوا قناتنا على اليوتيوب.